مهلبية البرتقان مش عصير برتقان ومحطوط عليه نشا وخلاص، لأ. ازاي يكون قوامه كريمي وناعم ومش مكتل خالص، وازاي السكر يكون مظبوط. هنضيف عليه طبقة مهلبية الكراميل، وازاي تكون ناعمة وكريمية. حتى شرايح البرتقان اللي انتوا شايفينها ديت مش مجرد برتقان متقطع شرايح وخلاص، دي متسوية كويس جدا ومسكرة وطعمها رهيب. نوع من انواع الحلويات الباردة الرائعة، طعم وقوام حلوين جدا، ونكهة البرتقان قوية جدا فيها، وشكلها زي ما انتوا شايفين كده رائع عند التقديم. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. بس لأول مرة بتشوفيني أنا رحيب، ما تنسيش تعملي سبسكرايب لايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بقدمه. أول حاجة هنجهزها هي تسوية شرايح البرتقان. معايا 3 برتقانات صغيرين غسلتهم كويس جدا جدا، وبعد كده هقطعهم لشرايح. أهم حاجة إن الشرايح تكون رفيعة ومش سميكة علشان تستوي وطعمها يكون حلو جدا. بعد كده معايا طاسة كبيرة أو صينية كبيرة، أي حاجة تكون واسعة ما تكونش حلة علشان شرايح البرتقان ما تلزقش على بعضها. هضيف كمية من المية، وبعد كده هضيف كوباية كبيرة من السكر، وهقلب كده تقليبة بسيطة. بعد كده هضيف عود واحد بس من القرفة. القرفة هتدي طعم وريحة حلوة جدا لشرايح البرتقان. هضيف كمان معلقة صغيرة من عصير الليمون. بعد كده هبتدي بقى أضيف شرايح البرتقان، وزي ما قلت لكم كده من البداية حاولوا كده ان انتوا ترصصوها جنب بعضها وما تخلوش كده يبقى فيه كمية فوق بعضها. انا سبتها على النار لمدة ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير. ممكن تدوقوا واحدة في المرحلة ديت، لو لقيتوها مستوية وطعمها حلو كده خلاص تبقى جاهزة، ارفعوها بقى من الشربات على طول. ودلوقتي هنجهز مع بعض طبقة مهلبية البرتقان. معايا 4 كوبايات ونص كبار من عصير البرتقان الفريش، واهم حاجة يكون متصفي من التفل بتاعه علشان المهلبية تطلع كريمية. بعد كده ضفت كوباية كبيرة من المية وكوباية إلا ربع من السكر، والسكر زي ما انتوا عاوزين، ممكن أكتر أو أقل زي ما تحبوا. قلبت كده تقليبة واحدة، وبعد كده لو اتبقى شربات من اللي احنا كنا مجهزين فيه شرايح البرتقان ضيفوه كده في البداية، وضيفوا كمان عود القرفة، الطعم بيبقى حلو جدا. قلبت كده تقليبة وسبت بقى المهلبية بتاعتي على النار لمدة دقيقتين أو 3 دقايق بالكتير. بعد كده معايا نص كوباية من النشا، وهضيف عليها معلقتين كبار من المية، وهقلب كده النشا في المية كويس جدا، وتتأكدوا ان النشا داب تماما. بعد كده هاخد بقى النشا بتاعي واضيفه كده على المهلبية، وكمان شيلوا عود القرفة اللي احنا كنا حاطينه. واول بقى ما تحطوا النشا بالمية لازم تستمروا كده في التقليب علشان المهلبية تبقى كريمية وما فيهاش اي تكتل. القوام ده بالنسبة لي كده كويس قوي، لان طبعا بعد ما يبرد لسه هيتقل اكتر، بس لو عايزينه يكون اتقل من كده ممكن تسيبوه شوية على النار. كوبايات او كاسات او اطباق صغيرة، ونبتدي بقى نضيف كده مهلبية البرتقان، يعني التلتين، وتسيبوا كده جزء في الكوباية من فوق علشان لسه هنعمل مهلبية الكراميل. انا كده خلاص خلصت الكمية اللي عندي، هسيبها على جنب ونجهز مع بعض دلوقتي طبقة مهلبية الكراميل. معايا كوباية كبيرة من السكر، وهسيبها كده على درجة حرارة متوسطة لحد ما يبتدي السكر يتكرمل من الجوانب. اول ما يوصل للمرحلة دي هفضل اقلب لحد ما السكر يدوب تماما. بعد كده هضيف نص كوباية بس من المية، وهستمر كده في التقليب. لو اتكتل معاكي افضلي كده قلبي على درجة حرارة هادية لحد ما السكر يفك خالص. بعد كده معايا كوبايتين كبار من المية، المية طبعا تكون باردة، وهضيف 3 معالق كبار من النشا، وهقلب كويس جدا. وزي ما قلت لكم قبل كده لازم نتأكد ان النشا داب تماما. هضيف بقى النشا بتاعي على مهلبية الكراميل وهستمر كده في التقليب، وبرده مش هوقف تقليب لحد ما القوام يظبط معايا. القوام مظبوط جدا، اللون حلو قوي وشفاف زي ما انتوا شايفين كده. ودلوقتي بقى هرفع مهلبية الكراميل من على النار. اهم خطوة في وصفة النهاردة ان احنا نضيف مهلبية الكراميل على مهلبية البرتقان. عايزه اقول لكم لو نقطه نقطه علشان ما تنزلش على مهلبيه البرتقان وتنزل كده في النص من تحت. زي ما انتوا شايفين كده انا بحط بالراحه جدا وبوزع بالمعلقه. تتاكدوا كمان ان مهلبيه البرتقان عملت قشره علشان خاطر مهلبيه الكراميل ما تنزلش من تحت. وبعد كده هبتدي بقى ارصص شرايح البرتقان اللي احنا كنا مجهزينها. كده خلاص خلصت الكمية كلها بتاعتي، وهدخله التلاجة 5 ساعات أو 6 ساعات، ولو ليلة كاملة هيديكي كمان قوام حلو جدا. ونبتدي بقى دلوقتي نقدمها. شرايح البرتقان دي بقى في حتة تانية خالص، طعمها رهيب حلو جدا جدا. المهلبية مظبوطة، القوام بتاعها حلو جدا، السكر مظبوط جدا، وكل حاجة في الوصفة مظبوطة. وبس كده وصفة النهاردة خلصت. أتمنى أن الوصفة تكون سهلة وبسيطة عليكي، ومستنية رأيك فيها، وأشوفكم إن شاء الله على خير.